اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم إنا نسألك فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. ازيكم كلكم يا حبايبي؟ وحشتوني قوي قوي خالص قد البحر. النهارده يوم جميل وبسيط واحنا في اشد الاحتياج ليه بقى اليومين دول. هنرتب ضرفة التوابل او درج التوابل، هنرتبه مع بعض ونظبطه ان شاء الله. وكمان في نهاية الفيديو هنعمل احلى بيتزاية من العجينة المجمدة اللي في الفريزر، عشان حبايبي اللي قالوا لي ان ممكن ما تنفعش، فانا هفرجكم النهارده على اجمل بيتزا من العجينة المجمدة. فيلا بينا بقى نبدأ. بسم الله. اللي في ايدي ده الفلفل الاسمر، انا بحب احط عليه كام ورقة لوري، نص مثلا عود قرفة، حباية جوز الطيب. يعني دول انا بحب احطهم قوي مع تمن الفلفل الاسمر بتاعي. في توابل بقى، فراخ، في لحمة، في شوربة، في اي حاجة، يعني انتوا مش محتاجين نتكلم بيبقى عامل ازاي ولا الروايح عاملة ازاي. هنا الكمون والكزبرة الناشفة انا محمصاهم ومجهزاهم على الفرن على طول. هنا انا فرمت الكمون بتاعي، طبعا بعد ما بتحمص بنسيبه يبرد خالص علشان ياخد معاك الفرمة حلوة كده ويبقى ناعم زي ما انت شايفة. بصوا، شايفين لونه حلو ازاي ومفروم حلو ولا ريحته بقى؟ الله اكبر. لما الحاجه بتبقى متحمصه بتبقى ريحتها قلب الدنيا. ومش متحمصه ان احنا محمرينها ولا قليينها، لا، ده احنا بس بنديها تشويحه كده خفيفه لحد ما ريحتها الحلوه تطلع، وبعدين بنروح طافين عليها ونسيبها تبرد، وبعدين نروح فرمنها. بتبقى ريحتها جباره ما شاء الله عليها. الكلام ده بيبقى في الكمون، في الكزبره بس، يعني دول اللي انا بديهم تشويحه بصراحه. اي حاجه تانية لا. هنا احنا خلصنا بقى، ولا الروايح اللي طالعه، يعني انا هنا بقول لكم الروايح طالعه مش طبيعيه. هنا هاخد بقى ورق اللوري مع النص عود القرفه، وبصوا مع جوز الطيب، هديهم الاول فرمه كده انعمهم، وبعدين ابدا احط عليهم، اضيف عليهم الفلفل الاسمر وانعمهم كلهم في بعضهم. بجد الخلطه دي مش طبيعيه، جربيها واحكمي بنفسك. بصي بقى في التتبيل في جميع انواع الكفتات، في البرجر ولا في الشوربه، بتودي الشوربه في حته تانية خالص. بصوا حبايبي، انا كده هنا فرمت كام ورقه اللوري مع نص عود القرفه مع الحبايه الصغنونه خالص جوز الطيب، كل ده على تمن الفلفل. هنا انا اخدت جزء من الفلفل بس هديله فرمه كده زي ما انتم شايفين علشان اعرف اكمل اللي اخد التمن كله اهو. انا كده خدت التمن كله في قلب المفرمه وفرمت كله مع بعضه بقى. مش عايزه اقول لكم بقى ريحه المطبخ كانك داخله محل عطاره من المحلات المميزه، اللي هي يعني الحاجه فيها بتبقى مميزه كده. الفلفل الاسمر بالخلطه بتاعته دي بالاضافات اللي عليه دي مش طبيعي في جماله ولا في ريحته، بجد فظيع. بصوا اهي كله في بعضه بقى ناعم وجميل اهو، بقى جاهز في اي حاجه في جميع استعمالاتك زي ما انا قلت لك قبل كده. والكمون والكزبره الناشفه عشان متحمصين برضو ريحتهم قلب الدنيا. دول بس الثلاثه دول اللي انا جبتهم حصى، وحبيت ان انا اعملهم في البيت، لان لما بتعملوا دول في البيت بيبقوا حاجه تانية غير ما بتجيبيهم جاهزين من بره مطحونين. هنا بقى البرطمانات بتاعتي مغسوله من بالليل ومتصفيه وناشفه وزي الفل، جاهزه على انك تعبي بهاراتك زي ما انت شايفه كده في منتهى الامان والنظافه. بصوا حبايبي، هنا البرطمانات انا كاتبه على كل برطمان الحاجه اللي محطوطه فيه. يعني ده مكتوب عليه فلفل، عبيت عليه الفلفل. بصوا ده كزبره اهو، طبعا دي مكتوب يعني البرطمانات دي بقى لها فتره عندي، فدايما بغسلها قبل ما اعبي، ما اجيب بهارات جديده لازم افضيها واغسلها وانشفها واعبي البهارات الجديده. فمن كتر الغسيل ممكن يكون الاسماء اتلخبطت شويه او في حروف فيها اتمسحت، بس انا عارفاهم. يعني ده مثلا اهو مكتوب عليه كزبره. هنشوف ايه اللي بعده اللي هيجي. انا هجيب طبعا الكمون اهو، ده مكتوب عليه كمون، هعبي الكمون بتاعي
اهو انا بفرح قوي 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 اليوم اللي بعمل فيه بنظم فيه التوابل بتاعتي، واحس ان كل حاجه عندي موجوده، ما عنديش بهارات ناقصه. يا سلام، بحس براحه وسعاده مش طبيعيه. هنا انا عبيت كل التوابل بتاعتي اللي انا طحناها في البيت. هنخش بقى على التوابل اللي انا جايباها جاهزه. موضوع انك تكتبي كل حاجه اسمها على غطاها بيسهل عليكي. ده مثلا توم وبصل باودر، بيسهل عليكي في ايه؟ في حاجات لون واحد، يعني مثلا زي الشطه والبابريكا، يعني الاتنين حمر. انا ما ببصش بقى، مش ببص البرطمان فيه ايه، لا انا ببص على الغطا على طول، فعشان كده بيسهل عليا وخدت على كده. وطبعا كل واحده ببيتها وليها نظامها اللي هي متعوده عليه. هنا بقى هنشوف ايه اللي بعده. هنا دي البابريكا. زي ما قلت لكم بقى ما تاخدوش في بالكم ان في حرف ممسوح ولا حرف ناقص، مش مشكله، بيبقى من كتر الغسيل بتاع البرطمان. بس اهم حاجه ان انت عارفه ده ايه وده ايه وده ايه، ده اهم حاجه. اهو هنا البابريكا بتاعتنا حلوه قوي. البابريكا المدخنه دي على فكره في التتبيل برضو، البابريكا دي بتبقى فلفل حلو، يعني جميله، مش من الحاجات المضره ولا حاجه، بالعكس. هنا البابريكا احنا عملناها عبيناها. دي بقى الشطه. بصوا بقى الشطه والبابريكا تحس شبه بعض. يعني انا قبل ما اكتب كنت دايما ادوق او اشم، وعشان تشمي بقى شطه دي مشكله تانية. يا سلام، تفضلي بقى رايحه جايه كده ماسكه المنديل وعطس عطس عطس، فكده بالنسبه لي ارحم. هنا دي ايه؟ دي بهارات بيضه. طبعا البهارات البيضه دي يا جماعه كترها مضر. يعني بهارات البيضه دي انا بحبها قوي على المحشي وعلى الرز المحمر العادي او الابيض، اي نوع من انواع الرز انت بتعمليه، ابو شعريه مثلا، اي حاجه. فالبهارات البيضه بتخلي الرز ده زي السكر، خطير. بس تحطي مثلا على نص كيلو رز بتحطي نص معلقه صغيره منها، بتخلي الرز طعمه عجيب بصراحه. سكر بس كترها غلط. كل حاجة في المعقول حلوة. هنا بقى دي بهارات كبسة، اللي هي انا بجيبها بقى خليط يا جماعة. دي بصراحة بهارات كبسة مكتوب عليها اهي. دي بتبقى فيها دي دقة زعتر. دي بهارات الكبسة دي بيبقى عليها كركم وبهارات كبسة، بودرة زعفران، تشكيلة كده أنا بعملها عند العطار بتبقى تحفة. نص معلقة صغننة منها على كيلو رز بتخليه زي الكهرمان، فظيع. هنا بقى البرطمان ده انا بفضي فيه، ده فيجيتار بارد. يعني انا دايما اجيب الفيجيتار البارد. لو حد عايز سبايسي باخد منه مثلا معلقتين وازودهم شويه شطه صغيرين، بس البارد انت متحكمه فيه. اهو هنا احنا خلصنا كل التوابل بتاعتنا بسم الله ما شاء الله، وعبينا كده الفيجيتار ده. ايه بقى ده؟ بصمات. انا هجيب له برطمان. انا في عاده ما بحبش الازاز، فبحب دايما الحاجات البرطمانات اللي هي البلاستيكات والحاجات دي بحبها قوي في التوابل، في الحاجات الحلوه مثلا الشوكولاتات، الحاجات دي ما بحبش الازاز بصراحه. لو وقع منك وانكسر وضاع اللي فيه. اهو بصوا جميل ازاي، بسم الله ما شاء الله. ده اللي هو ايه؟ ده البصمات بتاعنا. ده بقى لسه هكتب عليه هو والفيجيتار، عشان الاتنين دول كانوا بتوع حاجات معينة وغسلتهم وعنتهم لحاجة زي كده. هنا بقى هبدأ ان انا المع رخامتي. انتوا عارفين بقى مكان الطحن والتعبية والحاجات دي، فاكيد حاجة ممكن تقع مننا. بص المنظر، البرطمانات قد ايه جميلة، يا سلام. الواحد كأنه طفل صغير وجاب حاجة جديدة او معاه لعبة جديدة وفرحان بيها قوي. يعني انا بقى من الحاجات دي، انا المطبخ بعشقه اصلا بكل محتوياته. انا من الستات اللي بتحب المطبخ جدا، فلما برتب حاجه زي كده واظبطها بتبقى بالنسبه لي فرحه كبيره بصراحه. بص بقى المنظمات دي تحفه يا جماعه، تحفه والله صدقوني. في التوابل، في الادراج، في الذره، في المطبخ، في التلاجة، في ارفف التلاجة، فظيعه. بصوا برضو جمال البرطمانات دي ان هي بتشبك في بعضها كده، بتحط كل اتنين على بعض وبيمسكوا ببعض الاتنين. بصوا مجرد ما بتلفيهم بيروحوا ماسكين في بعض ازاي، وبتحطيهم بقى في المنظم كده اهو، بتحطيهم في رف من ارفف المطبخ عندك. دي حاجة. وفي حاجة تانية ان انت ممكن تحطيهم في درج. انا هوريكم الاتنين وانتوا قولوا رأيكم. بصوا زي ما انا بوريكم كده، بتحطيها وبتشدي كده من اليد بتاعتها اهو. بصوا انا هوريكم دلوقتي في الرف شكلها ايه وفي الدرج شكلها ايه، وتقولي لي انهي احلى وتقولي لي في الكومنتات. اهو هنا اللي في الرف بتاع المطبخ. بصوا هنا انا حاطه منظمات. الرف ده انا حاطاه كله زي ما انتم شايفين كده، منظمات فيها الحاجات، كل الحاجات اللي انا بحتاجها، ودايما لازم تبقى في متناول ايدي وقريبه مني.
اهي دي هنا العلب بتاعتي اللي انا مثلا بحتاجها وانا خارجه. هنا التوابل في الرف الفوقاني قريب من ايدي اهو، زي ما انتم شايفين جميل جدا جدا جدا، تحفه. انا بالنسبه لي انا بحب ده بصراحه. هنشوف الطريقه التانية. هنا الدرج اهو، هنا طبعا انت عندك الادراج بتاعتك بقى، حطيها في الدرج اللي يريحك. انا بس هنا ده درج المعالي انا فضيته بوريكم بس، لكن انا هرجعهم تاني على الرف. بس انا عايزه اخد رايكم، هل في الدرج احلى بعد ما تشوفوها دلوقتي، ولا في المنظم في الرف احلى؟ اهو هنا لمعت الدرج وفرشته تاني بالمفرش بتاعه زي ما انتم شايفين، وهبدا ان انا ارص التوابل بتاعتي البرطمانات اهو زي ما انتم شايفين اهو. انت بقى لو انت حابه الدرج حطيها في الدرج اللي يريحك، اول درج، تاني درج، التالت، الرابع، زي ما انت عايزه اهو. دي بقى اللي هي الطويله شويه، حطيتهم الاتنين قصاد بعض كده نايمين اهو زي ده اهو اهو. ايوه عملتهم كده، بصوا جميل جدا برضو على فكره. يعني لما بتبقى في الدرج دي اللي هي الكريم شانتيه، وده لبن باودر اهو، تحفه. يعني هو برضو جميل جدا في الدرج، بس انا بقول لكم هنا انا حابه المنظم اكتر. انا برضو اتعودت على كده اهو، الاتنين جمال، بس انا متعوده على المنظم ومتعوده على الادراج في حاجات معينه. شوفوا لي انتوا وشوفوا اني احلى وقولوا لي في التعليقات. هنا بقى بعد ما خلصنا خالص نمسك بقى الدنيا كده بننضفها ونلمعها من اي حاجه واقعه مننا، من تعبئه البرطمانات او من الخلاط من الفرن او اي حاجه. المهم يكون رخامتنا بتضوي بتبرق كده وجميله ونضيفه عشان النفسيه كده تبقى حلوه. وهنا المفرش اللي هو الصفايه بتاعت الاطباق والكوبايات، انا سبتها دلوقتي غسلتها وبرده حطيتها. دي بقى يا حبايبي اهي، دي كيس من العجينه اللي عندي في الفريزر اهي، اللي انا عاملاها معاكم وحاطها في الفريزر. بصوا هي لسه متجمده، هسيبها تفك براحتها خالص اهو. بصوا هتشوفوا بقى البيتزا. اختي اللي كانت بتسالني ازاي في الفريزر وازاي لما تطلعيها تنفخ معاكي تاني وتعمليها بيتزا، هتشوفي دلوقتي هعمل لك احلى بيتزا. هنا انا سبتها حوالي من نص ساعه اهي. بصوا انا بفتح الكيس، هي ما كانتش لسه فكت قوي وانا هسيبها تاني. هنا دي معلقه زيت، انا همسح الصينيه بايدي عشان انا محتاجه ايديا تبقى ممسوحه فيها مسحه زيت كده عشان اعرف اطلع او امسك العجينه اطلعها من الكيس بتاعها. يعني انا قصدي ان انا اعملها بايدي اهو. بصوا عشان العجينه ما تلزقش في ايدي اهو. لسه بصوا بقول لكم هنا لسه جامده سنه، فديتها لفه كده بايديا اهو، ورحت حطاها ورحت مراجعه تاني مغطياها بالكيس بتاعها، وهسيبها تاني حوالي من ربع ساعه او تلت ساعه اهو. هنا سبتها بقى حوالي من ربع او تلت ساعه تاني. بصوا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليها، ملبن. بصوا عامله ازاي تحت ايدي، ما شاء الله. والله يا جماعه تحفه موضوع ان انت تعملي نوعيه العجين اللي انا قلت لكم عليها دي، وتستعملي اللي تستعمليه والباقي تحطيه في عندك في التلاجة، بينجز معاكي بشكل فظيع. يعني يوم زي ده انا مثلا انشغلت فيه، طلعت حته العجينه جنبي وعملت في ثواني غدوه ما خدتش مني حاجه خالص. بصوا دول معلقتين صلصه، حطيت عليهم معلقه كاتشب، جهزتهم عملتهم زي صلصه بيتزا يعني. انت عايزه بقى تحطي زعتر حطي، يبقى مش حابه زعتر ما تحطيش اهو. بصوا حته العجينه فردتها ازاي في الصينيه، بسم الله ما شاء الله عليها. والله كانك تحت ايدك ملبن كده، كانك لسه عجناها حالا، ما شاء الله عليها، جميله جميله جميله. وعلى فكره العجينه دي مش بيتزا بس، انت ممكن تطلعيها وتسيبيها لحد ما تفور معاكي وتظبط، وتعملي منها عيش، وتعملي منها فينو، تعملي منها اللي نفسك فيه كله. فانا بصراحه من ضمن الحاجات والتجهيزات اللي بحبها قوي تكون عندي دايما هي العجينه اللي في الفريزر دي. بيتزا بقى، عيش، فينو، اللي نفسي فيه اعمله واللي انا عايزاه اعمله في اي وقت. ما بيهمنيش بقى عندي دقيق ما عنديش دقيق، انا اصلا عندي عجينه جاهزه. هنا بقى احنا فردنا العجينه الجميله بتاعتنا في قلب الصينيه، وطبعا انتوا عارفين ان مقاس الصينيه دي 40، وانا قلت لكم ان مقاس 40 بياخد 550 جرام عجين. بعد ما فردت العجينه حطيت عليها الصلصه بتاعتي، حطيت عليها قطع طماطم، حطيت عليها قطع فلفل، بحط دلوقتي اللي هو الزيتون. وزي ما قلت لكم التوبنج ده او الحاجات اللي انت بتحطيها على البيتزا اللي انت بتحبيه واللي انت عايزاه حطيها، اي حاجه انت مش بتحبيها ما تحطهاش. ده سوسيس انا مقطعاه شرايح، السوسيس انا بحبه
في كل الاحوال. يعني عاملاها بالفراخ برضو بحط سوسيس، عاملاها باللحمه بحط سوسيس. مش عايزه اقول لكم لو عاملاها بالتونه برضو بحط السوسيس. يعني السوسيس ده معايا اساسي زي الطماطم والفلفل على البيتزا والزيتون. شوفوا بقى، ومن ضمن بصراحه الحاجات النافعه قوي اللحمه المعصجه في التلاجة. يعني دايما انا اعملها معاكم واقول لكم دي انا دايما بتبقى بحبها جاهزه عندي. برضو مش بيتزا بس، لو انت يوم حيرانه لو جبتي، طالما عندك لحمه معصجه، لو جبتي لفه جلاش وعملتيها كده باللحمه ورحت عامله جنبها طبق ملوخيه وطبق بتنجان مقلي كده او اي حاجه مخلله، هتمشي يومك في منتهى الجمال والروعه. كل الحاجات اللي بنبقى مجهزينها وبتبقى جاهزه كده وبتسهل علينا اليوم، خصوصا لاخواتنا الموظفين. يعني بيجوا من بره تعبانين بتاع، بيلاقوا كل حاجه جاهزه جاهزه، بيعملوا غدا في نص ساعه بيكونوا عاملين احلى غدا. هنا طبعا الجبنه خلصت، دي كانت بواقي فانا فردتها كده ووزعتها على وشها. بصوا صينيه البيتزا تحفه جميله جدا. هنا اتحطت بقى في الفرن، الله اكبر على الجمال وعلى على الريحه وعلى كل حاجه حلوه ما شاء الله عليها، فظيعه والله يا جماعه. هنا بقى لا تقولوا لي بيبسي ولا اي حاجه، عناب ساقع مشبر احلى من احلى بيبسي. حاجة في منتهى الجمال والروعة وحاجة طبيعية طول الصيف، أنا تلاجتي ما بتخلاش منه. صحيح مدمرني في السكر بس نعمل إيه، الدنيا حر. شوفوا الجمال بقى، الطبيعي يكسب بألف هنا وشفا. حاجة كده بصراحة يعني تحفة التحف. تعالوا بقى نشوف البيتزا بتاعتنا. شوفوا اللي بصوا بصوا، شايفين الفطيرة بتاعتها؟ فطيرتها انا مش عارفة امسكها من الطراوة بتاعتها، فظيعة فظيعة. ادي يا حبايبي البيتزا او العجينة اللي طالعة من الفريزر. عملت لكم احلى بيتزا في عجينتها طرية بشكل زي الزبدة. يعني العجينة بتاعتها هشة كأنها قطن، كأنك بتاكلي كده حاجة يعني خطيرة فظيعة ما شاء الله. بألف هنا والشفا، ويا رب يصلح ما بين ايديكم جميعا يا رب. ومش عارفة اوصف لكم قد ايه انتوا وحشتوني في الاسبوع اللي غبنا فيه عن بعض. يعني كأن انا عندي بيت تاني في اهلي وفي بناتي وفي اخواتي، وبقالي اسبوع ما سمعت صوتهم ولا كلمتهم ولا حكيت معاهم ولا سمعت وشفت كومنتاتهم الحلوة ودعواتهم الجميلة. ربنا ما يحرمناش من بعض ابدا، ودايما المحبة دايما ما بيننا، وربنا يسترها علينا وعليكم وعلى أمة المسلمين جميعا، اللهم امين. نقول استودعكم الله، بدأناها ببسم الله والصلاة على رسول الله، وننهيها ببسم الله والصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.